بيرن الجرس وبتفتح المدرسة الباب علشان تشوف قدامها بنت بترتدي زي طالبات المدرسة الثانوي. دخلتها وقفلت الباب. كانوا أول مرة يتقابلوا. المدرسة طلبت من الطالبة إنها تقعد وتستعد للدرس، لكن فجأة وبسرعة هجمت الطالبة على المدرسة وطعنتها في رقبتها بشراسة وعنف في مناطق خطرة جدا في الرقبة. طعنات الرقبة وصل عددها ل20 طعنة، وما وقفتش لحد كده، كملت وطعنتها في أماكن مختلفة في جسمها حتى كف إيدها شوهته، وكأنها كانت بتحاول تشوه الإيد اللي بتشرح بيها للطلبة، لحد ما وصل عدد الطعنات 111 طعنة. ودم المدرسة بقى في كل مكان بسبب العدد الرهيب للطعنات اللي تلقتها، واللي ما وقفتش حتى بعد ما فرقت الحياة. بتبدأ قصتنا في مدينة بوسان في كوريا الجنوبية سنة 1999. اتولدت بنت اسمها جونج يو جونج في وسط عيلة مكونة من أب وأم والجد، لكن العيلة دي ما كانتش عيلة حقيقية لجونج، لأن باباها ومامتها كان في دايما مشاكل بينهم، وكانوا كارهين الحياة مع بعض لدرجة إنهم ما كانوش عاوزين أي حاجة تربطهم ببعض، حتى إن كل واحد فيهم كان مسؤول عن نفسه ماديا، والحاجة الوحيدة اللي كانت بتجمعهم هي بنتهم جونج، اللي حتى ما كانوش مهتمين بيها ولا بتربيتها، واعتمدوا كل الاعتماد على جدها، وبقى هو مطالب بإنه يربيها علشان مامة جونج كانت بتشتغل وكمان باباها، ومحدش فيهم فاضي إنه يشوف طلبات بنتهم. جدها مش بس كان مسؤول إنه يربيها، لا ده كان كمان مسؤول إنه يوديها الحضانة، ولما كبرت شوية وأصبحت في المدرسة الابتدائية كان هو برضو اللي بيوصلها للمدرسة، لكنه وبحكم سنه ما كانش بيعرف يذاكر لها، هو كان ناسي المناهج بتاعتها، وكان بيفضل يضغط عليها بالكلام وبيقول لها على الرغم من ان هي طفلة انها لازم تعتمد على نفسها وتركز في الفصل مع المدرسين. جدها طول الوقت كان بيكرر على سمعها انها لو رجعت من مدرستها مش فاهمة دروسها بسبب قلة تركيزها هو مش هيقدر يساعدها، وبكده هي مش هتعرف تحل الواجب وهتتعاقب بالضرب في المدرسة، وده هيكون شيء محرج قدام زمايلها. في السن ده معروف ان الطفل مش هيكون واعي بنسبة 100% للكلام اللي بيتقال في المدرسة، وانه اكيد هيحتاج مساعدة من اهله في البيت، وانهم يكملوا الحاجات الناقصة والغير مفهومة للطفل. لكن ده ما كانش بيحصل مع جونج، وفكرة انها لوحدها ومحدش هيقدر يساعدها في البيت لو رجعت من غير ما تفهم دروسها كانت مأثرة عليها جدا، لدرجة انها كانت بتترعب اول ما المدرسين يدخلوا الحصة، وكانت بتتوتر جدا، وبدل ما تركز في دروسها كانت بتسرح في كلام جدها، وده خلاها فعلا ما تعرفش تحل الواجبات وتتعاقب دايما بالضرب. ولان في كوريا ما كانش فيه دروس خاصة، فالمدرسة هي المصدر الوحيد للتعليم بجانب مساعدة الاهل طبعا. جونج كل ما كانت تتعاقب او تتضرب يطلبوا يشوفوا ولي امرها، وطبعا لان باباها ومامتها محدش منهم مهتم كان جدها هو اللي بيروح معاها المدرسة. زيارات جدها المتكررة كانت بتلفت نظر الأطفال وبتخليهم يسألوها فين باباها ومامتها، فكانت جونج ما بتردش عليهم وبتنسحب من أي كلام أو سؤال موجه ليها، وده زود تنمرهم عليها، وبقوا الأطفال زمايلها يسألوها إذا كانت إيدها كويسة أو لأ، كنوع من أنواع الاستهزاء من كتر معاقبتها وضربها بالعصاية. وبسبب إن جدها كان متعود يقول لها على بوابة المدرسة إنها ما تنساش تاكل أكلها علشان تبقى شاطرة، كانوا زمايلها بيتريقوا عليها ويرددوا كلام جدها ويقولوا لها تبقى تاكل أكلها علشان تبقى شاطرة. المواقف دي خلت جونج تخاف وتعمل تصرفات غريبة، زي إنها بتاخد علبة الأكل وتستخبى ورا الستارة وتقعد تاكل بصوت عالي، وفي حصة الألعاب كانت بتلعب بالكورة مع نفسها، وده خوف زمايلها منها جدا وتحول تنمرهم عليها لخوف من تصرفاتها الغريبة. وصلت جونج لمرحلة من العنف لدرجة إنها في مرة كانت بتشتري فطاير في وقت البريك في المدرسة، وكان سعر الفطيرة 8 وون، فدفعت جونج 10 وون وانتظرت البائع يرجع لها ال2 وون الباقيين، ولما نسي بائع الفطاير باقي فلوسها اتعصبت جونج وزقت الباب اللي بيقف ناحيته الراجل اللي بيبيع، ودخلت جابت باقي الفلوس بالعافية، وكل ده وهي ساكتة ما نطقتش ولا كلمة. كل اللي موجودين اتفاجئ بتصرف جونج وخافوا من رد فعلها، لكن البائع طلب منها ترجع الفلوس وتعتذر عن تصرفها، لكن جونج زعقت وقالت له ان ده حقها، ودي كانت اول مرة يتسمع فيها صوتها وسط زمايلها، لانها ما كانتش بتتجاوب ولا كانت متفاعلة ولا بترد على اي حد من اللي بيكلموها في المدرسة. جيران جونج كانوا بيشوفوها طفلة لطيفة بسبب هدوءها، وما كانوش بيقابلوها غير وهي في طريقها للمدرسة أو راجعة منها، على طول في حالها، لا بتكلم حد ولا حد بيكلمها، وما كانش بيلفت نظرهم غير ان محدش سواء باباها او مامتها مهتمين بيها، وانهم دايما شايفينها مع جدها.
لما وصلت جونج للثانوية وصلت للسنة الأخيرة بدرجات ضعيفة جدا، لكنها كانت كافية إنها تعديها وتوصلها لآخر سنة. وكان المتعارف في الوقت ده إن الطالبات لما بيوصلوا لآخر سنة في الثانوية كان كل بنت بتبدأ تدور على شغل، لأن مش شرط إنهم يكونوا خلصوا الشهادة الثانوية وينضموا للكلية. كان المعروف وقتها إن الأغلب بيخلص الثانوية وبيشتغل حتى لو شغل جزئي جانب الدراسة، ده لو هيكمل في المرحلة الجامعية. سنة 2017 حاولت جونج تقدم على أول شغل ليها كسكرتيرة في شركة، وكان عمرها وقتها 18 سنة. كتبت جونج في سيرتها الذاتية إنها بتحب تتعرف على ناس جديدة وتستكشف هوايات غريبة، وإنها بتشتغل تحت ضغط، وده طبعا عكس شخصية جونج تماما في كل حاجة. لما راحت المقابلة ما كانتش عارفة تجاوب على أي سؤال بيتسأل لها، حتى الأسئلة السهلة زي هتعملي إيه لو جالك عاملين عاوزين يدخلوا لمكتب المدير في نفس الوقت لكن واحد فيهم جه قبل التاني. سؤال سهل وبسيط، لكن جونج ما كانتش بتعرف تجاوب، بالعكس كانت بتسكت وتحط راسها في الأرض وكأن اللي بيسألها ده بيسأل حد تاني. لدرجة إنه مع أول كام سؤال لما شاف إجاباتها كده اختصر الأسئلة ليها وما كملش المقابلة، وقال لها هنبقى نبلغك بالرد في أقرب وقت. طبعا الرد كان معروف لأنها أكيد اترفضت في الوظيفة، ولما رجعت سألت ليه اترفضت محدش قال لها لأنك ما جاوبتيش على أسئلة، لكن قالوا لها إنهم محتاجين حد بيعرف يرد باللغة الإنجليزية كويس جدا وتكون لغته ممتازة. من هنا بدأت جونج تكره أي حد بيتكلم اللغة الإنجليزية. نوصل لسنة 2018. اتخرجت جونج يو جونج من المدرسة الثانوية وما كانش عندها أي خطط في دماغها ولا وظيفة معينة عايزة تشتغلها، ولا حتى كانت مخططة إنها تكمل دراسة في الجامعة. كانت حياتها فاضية جدا، حتى ما عندهاش أصدقاء تخرج معاهم أو تسألهم عن خطتهم ويساعدوها، ولا ليها أي نشاط معين مشتركة فيه. ازدادت حياة جونج سوء يوم بعد يوم، وانقطع كل تواصل جونج عن الحياة الخارجية أكتر، لدرجة إنها بقت بتقعد 24 ساعة جوه أوضتها ما بتعملش أي حاجة، حتى أكلها كانت بتاخده وتاكله جوه أوضتها وهي قاعدة على السرير. كانت بتقضي وقتها تتفرج على أفلامها الدموية العنيفة المفضلة اللي ما بدأتش تهتم بيها إلا بعد ما خلصت دراستها الثانوية. والغريب بقى إنها كانت بتقول لجدها إنها بتدرس لامتحان المحاماة لأنها ناوية تتخصص في دراسة القانون وهتدخل الجامعة، وإن الدنيا صعبة وإنها محتاجة وقت تذاكر فيه. وده خلى جدها يعتقد قد إيه إن تربيته مع حفيده نفعت وإزاي هي شاطرة وعاملة خطة لمستقبلها، وده خلاه يديلها فلوس وما يركزش مع قعدتها في الأوضة بالشكل المبالغ فيه ده، بل بالعكس بدأ يشوف إن قعدتها كل الوقت ده هو وضع طبيعي واجتهاد منها. لكن الحقيقة إن جونج ما بتعملش أي حاجة في أوضتها أبدا، حتى ما بتعملش مكالمة لحد من زمايلها تسألها وتشاركهم عن خططهم. وطبعا بما إن جدها من الجيل القديم فما كانش يعرف إن ده مش طبيعي. فضلت جونج على الوضع ده لمدة 5 سنين، وعندها لجدها نفس الحجج والكلام، وإن هي أول ما تخلص ال5 سنين هتشتغل وهتصرف على نفسها وعلى جدها كمان. وفضلت تستخدم العذر ده كتير جدا، وهي حرفيا ما عندهاش أي خطط ولا ناوية تدرس أصلا. ومن كتر ما جدها كان مخدوع فيها ما فكرش لحظة إنه لازم يشوف مجموعها في المدرسة الثانوية. وللعلم إن نظام التعليم في كوريا ما بيسمحش لأي حد إنه يدخل الجامعة، وكمان في جامعات مرموقة معينة ما بتقبلش غير الطلاب المتفوقين الحاصلين على درجات معينة. ودي الجامعات اللي الطلبة بمجرد ما تخلص دراستها بتقدر إنها تلاقي شغل بسهولة، وللسبب ده المنافسة بين الطلبة كانت صعبة جدا في التوقيت ده. نرجع لجونج اللي مجموعها ما كانش يدخلها أي جامعة من الجامعات اللي كانت بتقول لجدها إنها هتخلصها وتشتغل على طول. وبما إن جونج قدمت قبل كده على شغل واترفضت فيه بسبب إنهم محتاجين شخص بيعرف يتكلم اللغة الإنجليزية على حسب الكلام اللي بلغوه بيها في المقابلة. في التوقيت ده في كوريا كان معروف إن أي حد عاوز يكمل دراسته الجامعية وجايب مجموع قليل، أو لو طالب بيدرس في الثانوية وعاوز يحسن لغته الإنجليزية كان لازم يأجر مدرس خاص بيدرس اللغة الإنجليزية. وده بيتم عن طريق منصة تعليمية مقننة بيتم فيها تقييم المدرسين على حسب آراء الطلبة، وده لأن اللغة الإنجليزية كانت مطلوبة في الكليات عندهم، خصوصا الكليات العالية. وعلى الرغم إن جونج ما كانتش جايبة مجموع، وفي نفس الوقت هي مش طالبة في الثانوية لأنها خلصت دراستها من بدري جدا،
جدا. قعدت وقت كبير تدور على مدرسين على المنصة التعليمية علشان يدرسوا لها اللغة الإنجليزية، والغريب في الموضوع مش إنها بتدور على مدرس إنجليزي واحد، دي كانت بتكلم أكتر من مدرس ومدرسة في نفس الوقت، وبتكلمهم على إنها أم لطالبة وعايزة مدرس خاص لبنتها. جونج لفت نظرها مدرسة على المنصة التعليمية عمرها 26 سنة ودارسة بأفضل الجامعات الكورية. تقييم المدرسة كان عالي جدا وكانت مشهورة بين الطلبة اللي عاوزين يدخلوا كليات القمة. تواصلت جونج معاها وقالت لها إنها عاوزاها تدي دروس لبنتها، ولما المدرسة عرفت المكان اللي هي ساكنة فيه علشان تجيلها اعتذرت وقالت إن المكان بعيد عنها وإنها ممكن ترشح لها مدرسين تانيين أفضل منها أو في نفس الكفاءة. جونج قالت لها إن هي مش عاوزة مدرسين تانيين، هي عاوزاها هي بالاسم، وإن بنتها هتفهم منها هي على وجه التحديد، وطلبت من المدرسة إنها تقول لها المكان اللي هي ساكنة فيه وتحدد ميعاد مناسب وهي هتجيب لها بنتها لحد عندها في البيت وتديلها الدرس. المدرسة مستغربتش من إصرارها لأنها كانت مشهورة وافتكرت إنه عادي إنها تصمم كده، وقالت لها على عنوانها وحددت الميعاد اللي تيجي فيه جونج وتجيب بنتها معاها. ونوصل ليوم 26 مايو سنة 2023. كانت المدرسة بتجهز بيتها علشان الطالبة اللي مامتها مصرة إنها تدرس لها جاية علشان تاخد الدرس. فجأة بيرن الجرس وبتفتح المدرسة الباب علشان تشوف قدامها بنت لابسة زي طالبات المدرسة الثانوي. دخلتها وقفلت الباب، واللي ما كانتش تعرفه المدرسة إن البنت دي لا هي طالبة في الثانوية ولا حتى بنت عاوزة تدخل كلية. البنت دي هي نفسها جونج اللي عمرها 23 سنة واللي اشترت الزي المدرسي الثانوي من محل بيبيع الملابس المستعملة. تحت زيها المدرسي كانت مخبية سكينة، وبعد مرور كام دقيقة في بيت المدرسة عرفت جونج إنها اختارت المدرسة المناسبة لأنها عايشة لوحدها في الشقة. المدرسة طلبت من جونج إنها تقعد وتستعد للدرس، لكن فجأة وبسرعة هجمت جونج على المدرسة وطعنتها في رقبتها بشراسة وعنف في مناطق خطر في الرقبة. طعنات الرقبة وصل عددها ل20 طعنة، وما وقفتش لحد كده، كملت عليها وطعنتها في أماكن مختلفة في جسمها حتى كف إيدها شوهته، وكأنها كانت بتحاول تشوه الإيد اللي بتشرح بيها للطلبة، لحد ما وصل عدد الطعنات ل 111 طعنة. ودم المدرسة بقى في كل مكان بسبب العدد الرهيب للطعنات حتى بعد ما فرقت الحياة. المعروف إن قضايا القتل بتتم لسبب كره أو حقد أو لسبب معين، إنما جونج والمدرسة ما كانوش يعرفوا بعض ولا عمرهم شافوا بعض قبل كده ولا بينهم حب ولا كره. وبعد اللي عملته جونج بصت على هدومها لقيتها متغرقة دم. بكل هدوء راحت جونج ناحية أوضة المدرسة وفتحت دولابها وخدت جاكيت منفوخ وقاسته لقيته مغطي الجزء المتغرق دم، وقفلت الدولاب وفتحت شنطة المدرسة وأخدت موبايلها ومحفظتها وبطاقة الهوية الخاصة بيها وكمان مفاتيح بيتها. لكن جونج ما كانتش تعرف إن كاميرات المراقبة موجودة في كل مكان حوالين بيت المدرسة، وأكتر من كاميرا لقطتها وهي خارجة من بيت المدرسة ولابسة الجاكيت الخاص بيها، وكاميرا أخرى لقطتها أكتر من مرة بتركب تاكسي وترجع بيتها تجيب حاجات وترجع بيت المدرسة وتفتح وتدخل بالمفتاح وكأنه بيتها، وتخرج وتركب تاكسي مرة تانية وترجع بيتها وتجيب شنطة سفر وترجع تدخل بيت المدرسة. وخرجت للمرة الثالثة راحت السوبر ماركت جابت أكياس بلاستيكية وسكاكين بأحجام مختلفة ورجعت تاني على بيت المدرسة، وكل ده متسجل في أكتر من كاميرا وباين فيهم كلهم تصرفات وتعبيرات وش جونج اللي ما كانش واضح عليها التأثر أو إنها لسه قتل المدرسة حالا. بالعكس كانت باردة جدا، وبعد ما خلصت قتل المدرسة كانت مهتمة وبتفكر إزاي تخفي جثة المدرسة، فبدأت جونج إنها تقطع الجثة وتحط أجزاء منها في أكياس بلاستيكية. قعدت في شقة المدرسة ساعات كتيرة، وصلت لحد الساعة 3 الفجر بتحاول تقطع جثة المدرسة لأجزاء. بعد ما خلصت تقطيع جثتها وزعتها في الأكياس البلاستيك وحطت الأكياس دي في شنطة السفر، وبكل برود نزلت من البيت وخرجت للشارع. اللي شافوها في الشارع افتكروها فعلا طالبة في الثانوية، لأن وشها كان دائري وملامحها صغيرة وبسيطة ولابسة الزي المدرسي ونضارة وجاكيت. ومرة واحدة تعبت جونج من جر الشنطة، شاورت لتاكسي ووقفته. نزل السواق علشان يساعدها لكنها رفضت ودخلت الشنطة بنفسها في العربية وطلبت من السواق يوصلها لمنطقة هوبو ستيشن، ودي كانت محطة قريبة من أكبر نهر في كوريا واللي اسمه ناكتونج. بين المحطة والنهر كان في حديقة فيها أماكن للراحة وحمامات وصناديق قمامة. طلبت من سواق التاكسي إنه ينزلها عند الحديقة، وأول ما وصلت
نزل السائق علشان يساعدها عشان تنزل الشنطة على الأرض، ورغم إنها كانت رافضة إلا إن السائق صمم ونزل لها الشنطة وسابها. لكن في نفس اللحظة لاحظ وجود دم على إيده، وهنا عرف إن في حاجة غلط. وهو من أول ما جونج ركبت معاه كان مستغرب، لأنها المفترض من لبسها إنها طالبة، فليه تكون طالبة بشنطة سفر الساعة 3 الفجر وموجودة في الشارع؟ السائق بلغ الشرطة فورا وادالهم عنوان الحديقة اللي نزلت جونج عنده. وفي الوقت ده كانت جونج بتتمشى في الحديقة وبدأت تتخلص من أجزاء جثة المدرسة، بتطلع كل كيس من شنطة السفر وترميه في منطقة مختلفة وفي صندوق قمامة مختلف، وده لأن الحديقة كانت كبيرة جدا وهي كانت بتختار المكان اللي فيه قمامة وحشرات أكتر، اعتقادا منها إن كده أجزاء الجثة هتتحلل بشكل أسرع. وفجأة وهي بترمي أجزاء جثة المدرسة ما انتبهتش إن بطاقة الهوية الخاصة بالمدرسة وقعت منها على الأرض. ومن ضمن الحاجات اللي كانت بترميها جونج كيس كان فيه بطاطين عليها دم وملابس المدرسة، وما انتبهتش وهي بترمي الكيس ده إن في شخص تاني بيراقبها. وأول ما مشيت فتح الكيس ده بعد ما رمته واكتشف إن الهدوم والبطاطين عليها دم، فبلغ الشرطة فورا على عنوان الحديقة اللي التاكسي بلغ عنها من شوية. تقريبا جونج كانت مصممة تسيب أثر وراها علشان الشرطة تعرف مين الضحية ومين المجرم. وصلت الشرطة وقبضت على جونج، كانت هادية جدا لدرجة إنها ما حاولتش تهرب، سلمت نفسها أول ما وصلوا بكل برود وثقة. ولما خدوها مركز الشرطة بدأوا يسألوها مين الضحية وليه عملتي كده. ويوم ما قررت جونج إنها تتكلم قالت إن اللي قتلته ده طفل وإنه يكون ابنها، وإنها كانت لسه والداه، ولأنها صغيرة وعندها بس 23 سنة مش عاوزة تدمر مستقبلها، فقررت إنها تقتله وترميه. الشرطة ما اقتنعتش بالإجابة اللي قالتها، بسهولة جدا عرفوا إنها بتكذب، لأن الحاجات اللي لقوها من بطاطين متغرقة دم وحجم القطع الناتجة من الجثة أكبر بكتير من إنها تكون أجزاء لجسم طفل صغير مش رضيع حتى، ده إلى جانب إن الطب الشرعي كشفوا عليها ولقوها ما اتجوزتش قبل كده. الشرطة قفلت الحديقة بالكامل لحد ما يفتشوا فيها، وجدوا بطاقة الهوية الخاصة بالمدرسة وعرفوا بيتها ودخلوه علشان يفتشوه، فوجدوا البيت متغرق بالدم ولقوا كمان البصمات الخاصة بجونج يو جونج. الشرطة ما حاولتش ترجع وتسمع لجونج مرة تانية، واجهوها وقالوا لها إنهم عرفوا إنها القاتلة وإنها قتلت المدرسة وإنها لازم تعترف علشان بصماتها موجودة في كل مكان في الشقة. وهنا بدأت جونج تكح بسرعة وتمثل إن جالها اختناق ومش قادرة تاخد نفسها، ومثلت النغمة عليها وإنها تعبانة. وبرغم إنهم عارفين إنها كانت بتكذب وبتدعي المرض فودوها المستشفى، لكن في نفس الوقت أخدوا الموبايل بتاعها وشافوا سجل البحث على موبايلها على الإنترنت، كان كله عبارة عن أسئلة عن إزاي تخبي جثة، إزاي تقتل باحتراف، وإيه الجريمة المثالية. فتحوا سجل المكالمات ما لقوش ولا مكالمة بينها وبين أي شخص، وده لأن حياة جونج يو جونج كانت فاضية وما فيهاش تفاصيل ولا أشخاص. لكن لفت انتباههم إن آخر نشاط ليها على الموبايل هو التواصل بالشات على منصة تعليمية مع عدد من المدرسين، ومش بالشكل المباشر، بشكل إنها أم وبتدور على مدرس لبنتها، واختارت ضحيتها المدرسة في الآخر وخططت إزاي تقضي عليها. بعد ما دخلت جونج المستشفى طلعت التقارير الخاصة بحالتها إنها كويسة وما فيهاش أي حاجة، وده كان متوقع طبعا بسبب سن جونج الصغير، وإن القضية دي هزت كوريا الجنوبية وقتها والموضوع انتشر بين المراهقين. خافت الحكومة الكورية إن الجرائم اللي بالشكل ده تتكرر تاني، فطلبت تشخيص قوي من الطب النفسي لحالة جونج علشان المدارس تعرف مبكرا الطفل اللي حالته مشابهة لجونج وتحاول تعالجه. تقرير الطب النفسي شخص حالة جونج والطلبة اللي يشبهوا لها وأطلقوا اسم الهيكي كامورا على الحالات الشبيهة بحالة جونج، وتشخيصها بيكون عبارة عن إن الطفل ده بينسحب من المجتمع كليا وبيقضي أغلب وقته في أوضته أو في مكان مقفول ومعزول وملوش حتى صديق واحد يعرفه، وبينسحبوا من كل النشاطات المدرسية والغير مدرسية. وأطلقوا اللقب ده على المرحلة اللي بيكون فيها الطلاب في المدرسة الثانوية ومنتقل إلى مرحلة الجامعة، وملوش أي خطط وكل هدفه إنه يقعد في بيت أهله ويتحملوا مسؤولية الإنفاق عليه لسنوات، وما يكونش عنده أي أسباب جسدية للانسحاب الاجتماعي، بالإضافة لتغيير نظام حياتهم مع أهلهم في البيت وتحويل نهارهم لليل وليلهم لنهار للهروب من المواجهة. وأغلبهم أكثر عرضة السكري والضغط وزيادة الوزن أو النحافة، وتقريبا دي شبه الأعراض اللي كانت بتعاني منها جونج. صرحت كوريا في السنوات الأخيرة
إن الأشخاص اللي بتعاني من الهيكي كاموري بتزداد كل يوم لدرجة إن وصل عددهم تقريبا أكتر من مليون شخص. أنشأت الحكومة الكورية تطبيقين لحد النهاردة بتعلم الأهل إزاي يتعاملوا مع أطفالهم وإزاي يعرفوا إنهم مصابين بالهيكي كاموري علشان يحاولوا يحدوا من الكوارث اللي ممكن تحصل وتكون شبه الجريمة اللي حصلت بسبب جونج في حالة تأخر حالتهم. ومن ضمن التعليم دي متابعة الأفلام اللي بيتفرج عليها الأبناء، لأن الأفلام والدراما اللي بيختاروها دليل وانعكاس شخصيتهم. لأنه كمثال جونج كان فيلمها المفضل هو هوبليس، وكانت بتتفرج عليه أكتر من 10 مرات في اليوم. والفيلم ده بيحكي عن إن في واحد اتخدع في البنت اللي بيحبها، وإنه اكتشف إن كل حاجة فيها مش حقيقية ولا حتى شخصيتها، وإنها كانت بتعيش في شخصيات مش بتاعتها، حتى اسمها مطلعش حقيقي. عدى الوقت وبعد ما الطب النفسي طلع آخر تقرير نفسي للحالات الشبيهة لحالة جونج، وبدأت الجريمة تهدى لأنها كانت اتحولت لقضية رأي عام. بعض الناس كانت بتشوف إنها مريضة نفسية وإن اللي وصلت له كان بسبب أهلها وإهمالهم، والبعض الآخر شايف إنها مجرمة وتستحق العقاب. رجعت الشرطة تحقق مع جونج على الأقل علشان يوصلوا للإجابة عن السبب اللي خلاها تعمل كده وتخطط وتأذي شخص ما تعرفوش. المرعب في إجابتها إنها قالت إن كان عندها فضول مش أكتر عن إيه هو شعور القتل، وإنها قررت ترتكب الجريمة من شهر فبراير، يعني تقريبا قبل الجريمة ب3 شهور. وفي يوم الاثنين من شهر يونيو سنة 2023 جونج وقفت قبل ما تروح المحكمة وقالت إنها أسفة لأهل الضحية، وقالت قدام المحكمة إنها ما كانتش في عقلها يوم القتل، لكن ما كانش باين عليها الاستياء أو التوتر. وبعد 4 أيام قررت المحكمة تعمل لها اختبار اسمه اختبار السايكوباث، وهو عبارة عن 40 سؤال بيسألهم أكبر دكاترة الطب النفسي. نتيجة الاختبار إن الناس الطبيعية درجاتهم لا تتجاوز 6 من 40 بحسابات معينة. جونج جابت 15 من 40 في الاختبار للمرة الأولى. بعد كام يوم رجعوا عادوا الاختبار تاني مع دكاترة مختلفين. الغريب إنها في المرة التانية جابت 28 من 40. اتحكم على جونج يوم 24 نوفمبر سنة 2023 بالسجن مدى الحياة. بعض الناس شافت ان ده حكم غير عادل لانها كده كده كانت بتحب العزلة والاكل وانها المفروض تموت، او انهم يكشفوا عن صورتها، وده لان كل الناس كانت عاوزة تعرف مين دي. وللعلم ان في الوقت ده في كوريا كان في قانون ما يسمحش بالكشف عن هوية المجرم، وبسبب قضية جونج اتغير القانون ده وكشفوا عن شكلها لأول مرة في تاريخ كوريا. واتصدم كل اللي كان يعرف جونج يو جونج، ومحدش صدق ان ده كان يطلع من شخصية هادية ومعزولة زيها. وبكده تكون خلصت جريمة النهاردة. تفتكروا جونج كانت مريضة نفسية وضحية لإهمال والديها، ولا هي فعلا كانت قاتلة بالفطرة؟ منتظرين رأيكم تحت في التعليقات. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد من عندنا. نشوفكم في جريمة جديدة، استنونا.